بنرحب طبعا بضيوفنا استاذ محمد كمال جاد مرشح حزب الوفد لمجلس الشعب، واستاذ عبد الزيتون مرشح فئات فردي. للإعلان على راديو وسيط اف ام الوكيل الحصري شركة الوسيط المصري للدعاية والإعلان. تليفون 066 33 4008 أو 066 43500. والوفد زي ما كل الأحزاب أثر النظام في تكوينه الداخلي ولعبه في سواء كان من خلال الأمن الدولة أو ما شابه ذلك، وأثر على كل التركيبة اللي موجودة في جميع أحزاب المعارضة. ده نتاج 30 سنة فساد، ده نتاج 30 سنة نظام فائد. طيب اذا المفروض ان الوفد قادم، يعني قادم إن شاء الله. والله الرأي دوت يمكن معاكس شوية للشارع، لأن حتى كان معروف عندكم إن كان في انقسامات في حزب الوفد وفي استقالات بالجملة هنا في بورسعيد، صح الكلام ده؟ لم يتم أي استقالة، وكان كل الاستقالات اللي تمت في بعض المحافظات وكده ما كانتش استقالات، ولكن كانت تهديد على أساس إن كان في بعض من الشخصيات يعترض على ترشيح اللجان العامة في المحافظات وهددت بالاستقالات، ولكن القيادة في القاهرة تراجعت في هذه الترشيحات وما فيش يعني استقالات لم تتم. بورسعيد لم يتم فيها استقالات تماما نهائي، ولكن انا تابعت على النت زي ما حضرتك بتقول ان كان في احد الاشخاص كاتب ان في استقالة ب 30 شخص. هؤلاء انا لم اعلم، يعني انا راجل موجود في الوفد من زمان والنهارده في قيادات الوفد، ما اعرفش اسماء هؤلاء، انا اعرف اسم واحد فقط منهم، وده حتى هذه اللحظه لم يستخلصوا حتى كرنيه عضويه. ولكن كتب 30 اسم او كتب ان هو معاه 30 واحد، ما اعرفش جابهم منين. ما همش وفديين اصلا. من محمد العليدي؟ لا محمد العليدي هو اختار ان هو ينزل على حزب اخر، ولكن حته ان هو يستقيل علشان مش عاجبه الوفد، لا هو لقى فرصته في حزب اخر هينزل على راس قايمه، فربنا يوفقه. تمام. ومعاه احد برضه الشباب الوفديين، مش اكتر من كده، انما هو ما استقالش اعتراضا على اي حاجه في الوفد او استقالات كانت بالجمله والكلام ده كله، لا. طب محمد رفعت اعلنها على الفيسبوك. محمد رفعت كان معايا قريب. محمد رفعت وفدي وفدي بس، لكن ما فيش استقاله ولا حاجه. لم يتم، ما قدمش استقالته وما انضمش لحزب اخر. ماشي. وبعدين حتى لو هو اعلن استقالته على النت، فانا بقول ان الوفد ما بيوقفش على اشخاص. محمد رفعت مع احترامي له ليس هو كل الوفد، تمام، ولكن شخص فرد قدم استقالته. طيب احنا هنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع تاني مع ضيوفنا استاذ محمد كمال جاد واستاذ عبد الزيتون. فاصل ونرجع لكم. للإعلان على راديو وسيط اف ام الوكيل الحصري شركة الوسيط المصري للدعاية والإعلان. تليفون 066 33 4008 أو 066 43500. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، مستمعي راديو وسيط اف ام، وليلة العيد وكل سنة وانتم طيبين. هنرجع تاني بقى للأستاذ عبده زيتون. أستاذ عبده زيتون شاب من الشباب الجمال واللذاذ واللي أنا أعرفهم عن نفسي من أيام الكلية. احنا كنا أصدقاء وطلعنا مع بعض رحلات قبل كده، فاكر؟ الأقصر وأسوان، وكان لنا صولات يعني، برغم إن أنت أكبر مني يعني، مش يعني سنة بس. سنتين. ماشي. استاذ عبده طبعا احنا قلنا ان هو مرشح لمقعد الفئات فردي عن بورسعيد. استاذ عبده مواليد نقول ولا بلاش؟ 26/11/72. ايوه انت نشرتها في الجورنال اصلا، خلاص بقى. وهو يعني زي ما بيقولوا من صوت الشباب الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، واللي كل الناس بتطالب بيه، يعني كل واحد يطلع. انا بستغرب مثلا، معلش يعني دي وجهه نظر، واحد زي جورج اسحاق بلغ من العمر ارذله وطالع في الحمله بتاعته بيقول دور الشباب والشباب. طب انت كنت انت نازل تزاحمهم، ايه رايك معايا؟ يعني انت بتقول شباب ولازم تزاحم الشباب، طب ما تسيب الشباب. هو المفروض الفترة اللي جاية دي كلها فترة الشباب. المفروض شباب الامن الثورة. يعني احنا بنقول للشباب، هو فعلا من الاول احنا بنقول الشباب، ولكن الفترة اللي احنا فيها دي اساسي
الشباب هو اللي قام بالثوره، هو اللي عمل الثوره، هو اللي اتحرك في الثوره، وهو عمل انجازات فعلا ما قبله بكثير ما عرفش يعمل. تمام. فلا هو ده دوره، نفسح له المجال ان هو ينزل ويبقى له تواجد في الشارع وفي الشارع السياسي وفي البرلمان وفي كل مكان طبعا. اكيد. وانت رايك يا استاذ عبد؟ والله هو أستاذ جورج راجل مناضل وليه كفاح كبير ضد النظام السابق، وهو هيكون مكسب للبرلمان، ولكن هو وقع في خطأ كبير ان هو نزل في دايرة بورسعيد، لانه مش من اهالي بورسعيد، هو معاش في بورسعيد فترة كافية ان هو يفهم الشعب البورسعيدي ويقدر يتعرف على مشاكل بورسعيد. وفي جوانب تانية برضه، لكن هو لو كنت اتمنى لو كان نزل في مطرح في مكان سكنه في القاهرة كان هيبقى احسن كتير جدا، لانه يعتبر مكسب للبرلمان الجاي. ف ده حقه ولازم ياخده، لكن المنافسه في بورسعيد هتبقى شديده جدا عليه من تيار كبير من الشباب، عدد كبير، زائد الدكتور اكرم الشاعر جبهه تانية من الاخوان والسلفيين ممكن يتحالفوا مع بعض. نتمنى ان الصندوق يقول كلمته ان شاء الله. هو اكيد ده اللي انا واثق منه، وده اللي انا متاكد منه على فكره، يعني وابصم بالعشره كده. لان انا يعني الحمد لله يعني بسال واستفسر كتير ان الصندوق هو اللي هيقول كلمته، مفيش حد تاني هيفرض كلمته علينا. يعني خلاص انتهى الانتخابات اللي جايه دي، مفيش حد هيفرض كلمته غير الصندوق. هو فرض الصندوق شيء، وفرض الشارع من بره من قبل الصندوق ده اللي احنا بنتكلم فيه يا استاذ مصطفى. ان النهارده في ما حدش هيضرب حد على ايده. لا مش كده، احنا بنقول ايه؟ بنقول ان فعلا الصندوق يوم الانتخاب فعلا ما حدش هيضرب حد على ايده، والصندوق هو اللي يعني اللي هيخش يقول كلمته في الصندوق فعلا. ولكن احنا بنتكلم ان في القانون الجديد بتاع مجلس الشعب والشورى اللي هو بينظم العمليه الانتخابيه، بيحذر من استخدام المنابر في المساجد، بيحذر من استخدام كل واحد في مصلحته الحكوميه ان هو يمارس دعايته من خلال. فاحنا بنقول بلاش ان احنا نمارس دعايتنا من والله يا استاذ محمد، انا كان ليا تعليق في الموضوع ده، لان انا اعرف انت بتتكلم على مين. وفي بعض الناس بيستخدموا المنابر في صلاة الجمعة، وبيستخدموا الدروس بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب في اماكن كتيرة جدا. وعن نفسي انا علقت تعليق بسيط قوي، قلت اللي مش عاجبه الكلام ده لان القانون بتاع الانتخابات فرض عدم استخدام الدعايات الدينية او الدين في السياسة او في الحملة الانتخابية. اللي شايف ان ده هيأذيه يروح يعمل محضر. فبقول هو انا عن نفسي لو واحد منكم وعرفت حاجه زي كده هروح اعمل محضر اثبات حاله كده، وهو على المنبر اروح اعمل محضر اثبات حاله بصراحه. تمام. فده دي بقى اللي مش قادر هو ده انه يعمل حاجه زي كده خلاص بقى. انت تعلم يا استاذ مصطفى ان احنا حتى كمان قبل في انتخابات 2010 احنا اثبتنا حاجات كثيره، ورحنا وكان عندنا الجراءه ان احنا نوقف ناس عند حدودها. ايوه، ولكن للاسف في النظام القديم احنا كنا بنضرب فيهم وهم يقول لك سيبوهم يعملوا اللي هم عايزينه. بالظبط كده. احنا عندنا التفاهم، عندنا الجراءه، عندنا القدره ان احنا نوقف الكلام ده ونعمل محاضر والكلام ده كله. بس احنا بنقول احنا عايزين معاونه من الامن، عايزين معاونه من اللجنه العليا للانتخابات، عايزين معاونه من المجلس العسكري او العسكر اللي موجود في مصر. تاخدوها مني كده، يعني تاخدوها مني كده بيني وبينكم، يعني كلمه في ودانكم، يعني الامن مش هيتدخل في حاجه خالص. حتى لو رحت قلت له ان في محضر كذا ممكن يثبته لي مش هيتدخل. لا هيعمل لك، بس هو ده المطلوب. روح انت وقول له هو ده المطلوب، لكن هو مش هيعمل حاجه لوحده. يعني انا اعلم ذلك. اتقرصوا قبل كده وخلاص، واعلم ذلك وعود وعود فعلا مش هيدخلهم بشيء سلبي، ولكن احنا عايزينه يدخلوه بالايجاب فقط. انت لازم تحركهم، هو ده اللي انا بتكلم فيه. احنا لازم نحركهم بس. نرجع تاني للاستاذ عبده ونقول ان هو خلاص قال تاريخ ميلاده 72. طيب الحالة الاجتماعية؟ انا من ابناء بورسعيد، خريج كلية التربية قسم اللغة الانجليزية. اشتغلت مدرس فترة، قدمت بعدها استقالتي. حاليا صاحب مصنع ملابس جاهزة، متزوج ولدي 3 ابناء. ربنا يخليك. ربنا يخليك. طبعا بدأت نشاط السياسي من 2003 كنشاط سياسي مناهض للنظام بالطرق السلمية. بدأنا من حرب العراق ومن الغزو الأمريكي، من عند نقابة الصحفيين ونقابة المحاميين ومن التحرير.
خضنا مظاهرات كبيرة على مدى شهرين من خلال الهجوم الأمريكي، وبعد كده هو في التعديلات الدستورية في 2007 برضه، وفي 2005 في انتخابات الرئاسة، وفي حصار غزة في 2008، وأخيرا الكلام ده كان من خلال هيئة معينة أو مؤسسة معينة؟ حركات كفاية وحركات 6 أبريل والمجتمع المدني كله والنقابات ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين. كان في مصر نشاط سياسي، ده اللي احنا في بورسعيد بنفتقده. طب اسمح لي بس يا استاذ عبده، انا عايز اقول لك حاجه. انا زي ما قلت اعرفك من ايام الكليه يعني، وعارف ان انت من واحنا لسه شباب صغيرين كنت بتتاجر. تمام. وبعدين جبت الحل، وبعدين بسم الله ما شاء الله ربنا كرمك والبصر. طيب انا عايز افهم يعني ليه ايه التحول ده يعني؟ انا كنت برضه بتبقى عايزه تعرف ان شاب لسه في مقتبل حياته بيكون نفسه، ربنا كرمه فتح قدام منه طريق رزق كويس، وبرغم من كده سابه. الطفلة. الو. الو. ايوه. الو. الو. ايوه. ايوه مين معانا؟ ايوه كلمة فاتحة. انا ريهام راشي. ريهام، ازيك يا ريهام؟ الحمد لله. ده حضرتك؟ الحمد لله. على فكرة ريهام من فريق العمل عندنا في الاستوديو يعني. يا اهلا وسهلا. ريهام سامعاني يا ريهام؟ ايوه ريهام سامعاني؟ ايوه كلمة فاتحة. سامع حضرتك. انا كنت عايزة اقول لحضرتك كل سنة وانت طيب على الهوا. وانت طيبة. الو. ايوه وانت طيبة، انا سامعك. ايوه كلمة فاتحة. حضرتك انا طبعا اكيد انا بشكر كل الضيوف اللي مع حضرتك دلوقتي من اعضاء مجلس الشعب، وكنت بس عايزه اقول لهم هم لسه ما بقوش اعضاء ان شاء الله يعني. ان شاء الله خير يا استاذ. ان شاء الله يعني هيقعد على كرسي البرلمان ان شاء الله يعني. ان شاء الله. انه لازم يمثل بلدنا باسرائيل يعني، علشان يبقى بلدنا تكون مرفوعه لفوق يعني، سواء دعم حريه او ديمقراطيه، وان كل انسان فينا دايما لازم يكون من اضرار معادله دولنا يعني، يلاقي اللي يكون موجود فيها. كمصريين احنا لازم نكون كمصريين لازم تكون راسنا مرفوعه دايما ان شاء الله. طيب ريهام، بما انك من الشباب الصغير لسه، انت عايزه ايه من عضو مجلس الشعب اللي جاي؟ يدينا كل حاجه. يديك ايه يعني؟ اهم حاجه ان هو يعمل لنا مثلا لازم بجد يكون في تعليم كويس في بلدنا، لازم يكون في ديمقراطيه بجد، مش كلام وخلاص، لازم يكون فعلا بجد في ديمقراطيه موجوده، ان احنا لازم نكون احرار في تعاملنا، ان مثلا ما يجيش مثلا حد يقول لا انت لازم انت ترشح ده، هو كده. طب انا مش عايزه، انا عايزه حد يمثلني، اي حاجه كنت ان انا اعملها هو يقول يعني، هو يكون بكلامه يقدر يقول في البرلمان، يقدر يطلع صوتنا، هو اللي يقولها لنا، هو اللي يقول الكلام ده، هو اللي يوصل اللي احنا عايزينه، هو يعمل لنا كل حاجه. وبجد بتمنى كده عشان بلدنا تكون احسن، عشان احنا خلاص بدأنا بقى صفحه جديده. طبعا يا ريهام. بجد بشكركم جدا وكل سنه وانتم طيبين كلكم. شكرا يا ريهام، شكرا يا ريهام، شكرا على المداخله الجميله دي. وشكرا لجميع القادة على فيديو الأمر. شكرا ليكم. شكرا. مع السلامه. طبعا يعني قبل ما نكمل مع بعض، هو ده مطلب الشارع يعني. الشارع دايما بيقول لك احنا عايزين اللي يمثلنا في مجلس الشعب يدينا كل حاجه. طب ايه هو يديكوا كل حاجه؟ يدينا تعليم، ويدينا سكن، ويدينا فرص عمل وهكذا. انا مش عارف، انا عايز اتكلم معاكم يعني بصراحه وانتوا داخلين يعني، ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق. وبصراحه يعني انتوا صوره مشرفه يعني. انا شايف ان عضو مجلس الشعب ما يقدرش لوحده يوفر فرص عمل، ولا يوفر صحه، ولا الشعارات دي شعارات. لا يقدر. انت لوحدك؟ لا، بالبرلمان او بالغالبيه بتاعت البرلمان يقدر. ايوه، ما احنا مش عارفين مين الاغلبيه، ما هي اغلبيه. ما هو انت لوحدك موجود. احنا هنخش، هيبقى في الفتره اللي جايه دي هيبقى في نزاعات وصراعات اكيد طبعا. هو بص، كل واحد عايز يفرض سطوته. احنا عارفين طبعا في تيار ديني قوي ده. هي طبعا لابد ان يكون يمثل في البرلمان فئه من المستقلين، وده فوق دماغنا. ولكن انا بقول ان القوائم او الاحزاب النهارده هي مؤسسه، وهذه المؤسسات لها برامج ولها يعني، اعتقد ان كل حزب النهارده سياسي عنده لجان نوعيه متخصصه تستطيع انها العضو البرلماني الممثل على الحزب ده اللي موجود في البرلمان بيرصد المشكله، بيعرضها على اللجان النوعيه المتخصصه،
هي اللي بتحاول النهارده تشوف لها حلول وبتقدم حل واثنين وثلاثه. هذه الحلول من ناس متخصصه في مجالها، تستطيع ان هي توجد حلول فعلا فعليه تطبق، وليست حلول يعني انا افهم من حضرتك ان المفروض ان الحزب هو اللي هيبقى عنده انا نازل ببرنامج حزب، انا نازل ببرنامج حزب. طيب انا مع حضرتك ان المستقل يا دوبك بيبقى مثلا ايه، لا ولكن يعني ولكن دوره موجود اكيد، بس هو دوره برضه هو مش دوره في رسم السياسات العامه. انا بتكلم زي ما انا معاك، زي ما انت بتقول ان الحزب هو عنده الاليات اللي يقدر يعمل بها الكلام، لكن للأسف أنا هنقول لكم بنبض الشارع، يعني أنا بتكلم بصوت واحد مصري. تمام تمام. البلد فاضية. الأحزاب أنا عارف أحزاب جدا كتيرة جدا كانت بتدور على كوادر تنزل. لا هو هنا يختلف يا فلان فلان تنزل معانا. طول عمرنا نعرف ان في تعيينات في البرلمانات سواء في البرلمان مجلس الشعب، دول بيبقوا ناس متخصصين اكاديميين ما لهمش في الشارع السياسي. دول ده راجل اكاديمي يستطيع ان هو يرصد المشكله ويضع لها حلها، ولكن ملوش في ان هو يبقى رائد مجلس الشعب. دول موجودين، نوعيات موجوده في الاحزاب. انا مش بعيد في الاحزاب الجديده، ولكن بقول دي موجوده فعلا اوريدي، احنا شايفينها في الاحزاب القديمه، مش في الجديده، في القديمه كمان. لا احنا شايفينها في الاحزاب القديمه. احنا عندنا متخصص، عندنا وزاره كامله، عندنا تشكيل وزاري كامل موجود، ووزاره الموازيه دي موجوده في حزب الوفد من قبل الثوره، من قبل ثوره 25 يناير. تمام. دي موجوده، دي فيها ناس متخصصين، ناس اكاديميين بيشتغلوا على ان هم النهارده يوضعوا حل للمشاكل. دليل على كده ان احنا بعد الثوره مباشره احنا اول ناس، يعني انا مش جايبني النهارده عشان امجد في الوفد بس، ولكن انا بقول ان الوفد هو اول حزب استطاع ان هو ينزل جنوب افريقيا تحت، سواء في اثيوبيا او في السودان، ويحل مشاكل اللي مصر موجوده هناك. اذا في ناس موجوده عندك متخصصه موجوده في الاحزاب تستطيع توضع حلول، ودول ما لهمش دور. يعني في ناس منهم ما تحبش تنزل مجلس الشعب، ولكن بتنزل كوادر موجوده تستطيع ان تتفاعل مع الشعب ومع الشارع السياسي، وبترصد لهم المشاكل وبتديها لهم وبيحلوها وبيحصلوا. محمد، ممكن تقول لي مين بقيه الاسماء اللي معاك في قائمه الوفد هنا في بورسعيد؟ معايا الاستاذ نبيل طاهر الالفي، ومعايا اشتغل ايه؟ ده في الطب البيطري، راجل محاسب في الطب البيطري، والراجل ده كان له تجربه قبل كده في محليات 2002 في الشرق هنا. طبعا انت عارف، مش هقول لك هي في تجربه، مش هقول لك النتيجه. ماشي. انا النتيجه معروفه، ما كانش حزب وطني، هو كان في الحزب الوطني. ماشي. معانا الاستاذ العجلاء سعيد، ومعانا الاستاذ احمد شوقي. طب الناس دي قوتها في الشارع. انت كراجل بقى انت في الشارع. انا عن نفسي انا اول مره اسمع عنهم. خلينا نكون بالحسابات، مع ان انا مش في الشارع. لا ده انا المفروض ان انا يعني خلينا بالحسابات. اول مره اسمع عنهم. نجلاء والاستاذ احمد شوقي دول ناس من الشباب اللي شاركوا في الثوره، في ثوره 25 من يوم 22 يناير. مش هقول لك 22 يناير عيد ميلادي، بس هو 22 يناير احنا كنا بنحضر لثوره 25 يناير في حزب الوفد، ده في حزب الوفد. يعني دول من الشباب اللي شاركوا في الثوره. انا مع حضرتك في النقطه دي، لانها برضه سمعتها من اكتر من حد. يعني هل المفروض انه يكون من مقومات عضو مجلس الشعب الجاي انه يكون شارك في الثوره؟ لا احنا بندفع بشباب الثوره ان هو النهارده يكون له دور. انا شفت، هل انت النهارده تعتقد ان قائمه حزب الوفد بالكامل هتنجح؟ انا شفت احد المرشحين لا ولا هي قائمه كامله هتنجح. تمام قوي. لكن النهارده هتدفع بشوادر دي. المرشحين على الفيسبوك عامل صفحه ليه ومنزل صور عشوائيه ليه في اثناء الثوره يعني. تمام. وهو عمال بيهتف وحاجه. هل الصور دي يعني هتخلي الناس ترشح؟ لا احنا بنقول دي كوادر، مش هو ده الاساس، ولكن هو دي كوادر شاركت في ثوره يناير، احنا دفعنا بقى على اساس ان كل ده. انا اقسم بالله بيجي لي كل يوم عشرات التليفونات، مش هقول لك هو عشرات التليفونات، كل واحد يقول يعني يمكن قبلكم على طول جاي لي التليفون، هننتخب مين؟ انت شايف انت ممكن تكون ادرى مننا، مين اللي ممكن ننتخبه؟ يعني الناس البسيطه، والله العظيم مش بسيطه كمان، مش متعلمه، لا دول متعلمين. تمام. وقد يكون فيهم ناس على ثقافات، بس مش عارفين ينتخبوا، مش عارفين مين الاستاذ محمد، مين الاستاذ عبده، مين الاستاذ محمود، وهكذا يعني. طب هو لابد ما يكونش في خلط بين الاوراق. مستقلين طبعا، انت بتختار واحد فانت عارف مقوماته، اما بتختار حزب فلازم تعرف تماما ان هذا الحزب به كيانات تستطيع ان تضع حلول للمشاكل اللي جايه في الفتره اللي جايه دي. تعرف ان الوفد اصلا يعني عنده الكيانات دي موجوده اوريدي، هتحط الحلول للمشاكل دي. تمام. بتختار الحزب اللي له رؤيه، مش عايز اقول لا، هو له رؤيه وسطيه للدستور، دستور يعم الجميع، يشمل الجميع، مش له وجهه نظر مختلفه تماما عن الاخرين.
لا، تبقى رؤيه وسطيه الدستور، عايزين دستور قوي. فانت بتختار كيان حزبي تعلم تماما ان هو يستطيع يضع دستور. بس ما فيش داعي بقى انك تخلط الامور. انت بتختار حزب مش بتختار افراد. طب وبالنسبه للافراد بقى؟ افراد في ناس بالنسبة أفراد كويسين جداً. مش شرط ان اللي شايف بالثورة هو اللي يخش البرلمان، ولكن لو تساوى اشخاص في الفكر السياسي وفيهم ناس نضلت ضد النظام السابق، فاحنا محتاجين شجاعة ان نضل. لان كان اللي قاعد في البيت ده قاعد بيعمل ايه؟ او اللي قاعد بيناقش نشاط سياسي هو قاعد في القهوة حزب الكنبه ولا قاعد حزب الكبار هو دلوقتي ظهر ان هو بيفهم في السياسة. طب انت بتفهم في السياسة ما شاركتش ليه بالحياة السياسية السابقة؟ مش الحياة السياسية ان انا اخش انتخابات وانا اعلم ان انا هسقط، او انا هعلم ان انا النقطه اللي هترجعني السؤال اللي انا كنت بساله لك قبل المداخله، انا اسف، اللي هو انت كان مثلا ربنا كرمك وفتح لك طريق كده يعني من التجاره. تمام. اللي صاحب محل، اللي صاحب مصنع، ايه اللي خلاك تسيب الكلام ده وتخش بقى تقول غزو امريكا للعراق وضرب غزه ليه؟ مع ان انا اعرف ان ايام الكليه انت ما كنتش يعني ما كانش ليا نشاط سياسي، لكن كنت متابع جيد للاحداث الخارجيه والداخليه، فبالتالي انت متابع. انا قصدي وبتعيش يكون حياتك. في حد اخد بايدك كده. لا، هو تواجدي في القاهره لبعض الوقت عشان شغلي تلاقيك نفسي في وسط المعركه، في وسط المظاهرات، في وسط الكيانات السياسيه وفي وسط المجتمع المدني. دي النقطه اللي انا عايز اللي بدات منه اتواجد. انت شغلك هو اللي فرق في القاهره، ووسط القاهره هو اللي خلاك تعمل كده، لكن في غيرك قاعد في البيت زي ما قلنا، ما فيش حد اخد بايده او اتوجدت له الظروف ان هو ينطلق. يعني هي المشكله الانطلاقه دي محتاجه ظروف، محتاجه قوه. ده هو الوطن القومي مش عايز حد ياخد بايده اللي عنده. لان ممكن انا اثناء شغلي اعدي على المظاهره وامشي اروح الاقي وقفني. طبعا الحس الوطني والمتابعه للاحداث والاحساس بالظلم اللي وقع علينا حتى وانا غني. وانت ممكن ما تاخدش حقوقك، وانت ممكن تضطهد من اي شيء كان. فالحس الوطني هو المطلوب. الخبره السياسيه هي يعني ايه خبره سياسيه؟ الخبره السياسيه هي مجموعه من النضال ضد النظام السابق. انما المشاركه في بعض الاحزاب، كان في احزاب كثيره، احزاب ما بتعملش اي شيء، احزاب كرتونيه. هل دي نعتبرها احزاب سياسيه؟ الاحزاب المواليه للسلطه دي احزاب سياسيه؟ عمرها ما كانت احزاب سياسيه، ولا الحزب الوطني كان حزب سياسي. انت كده هتضرب في اللي جنبك. لا انا بقول بعض. انا بقول بعض. حزب طول عمره حزب سياسي. انا بقول بعض. الحزب الوطني ليه تاريخ كبير من الراجل، بعض الاوقات بيعلق، بعض الاوقات يعني بينزل، ولكنه كيان موجود في المجتمع فعلا. فانا بقول ان احنا لازم الشباب ياخد فرصته طالما ان هو عنده رؤيه للمستقبل احسن، يقدم افكار، يقدم البرنامج بتاعه، ينافس. وبالتالي كمان حتى الشباب الجديد هيبقى عنده رؤيه افضل بكتير جدا، وهو كمان عنده حس وطني. لان انا شايف ناس نازله من الانتخابات لاول مره بنشوف وجوهها، ونعلم ان هي ما كانش ليها اي دور سياسي ولا في 25 ولا في 28 ولا في امتداد الثوره ولا قبل كده اصلا، ولا قبل كده. يعني انا واستاذ محمد كنا من الناس المشاركين في الثوره من بدايتها، ومتابعين. انا فوجئت. انا حضرتكم كمان في الاعتصامات اللي كانت بعد. يعني انا حزين جدا. من 25 يمكن الاستاذ عبده كان، انا اعلم ان هو كان في القاهره في التحرير، وكان بيعافر وبيضرب وعشان يوصل للميدان والكلام. عرفت الكلام ده وعرفته اثناءها تمام. وبعد كده الاستاذ عبده كان معانا في الثوره على طول في جميع التحركات، سواء هنا في بورسعيد او في التحرير او الكلام ده كله. وزي ما الاستاذ عبده بيقول هنا كانت اولا ما ثوره جياع، وبعدين هو حاولوا ان هم النهارده يرجعوا حته كلمه عيش حريه عداله اجتماعيه. ما كانش طالع عيش حريه عداله اجتماعيه، كانت طالعه تغيير حريه عداله اجتماعيه. حاولوا يوجهوا يعني نظر الناس انها كانت طالعه ثوره جياع عيش. لا، هي مش عيش خالص، هي تغيير حريه عداله اجتماعيه. ما كانتش ثوره جياع، كانت ثوره مثقفين، كانت ثوره ناس فعلا هم ما عندهمش مش عايز اقول الغنى، ولكن عايز اقول لهم ما عندهمش الفقر اللي هو طبعا متوسطه. على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، واللي بدا الثوره، ودي من ملاحظاتي ومن دخولي في وسط الناس، بس كان ده في القاهره مش في بورسعيد يعني. ان مش المتوسطه، لا ده اللي فوق المتوسط. واللي فوق المتوسط يعني اللي بدا الثوره هم كانوا الطبقه الفوق المتوسطه بالظبط، مش المتوسطه يعني الفوق المتوسط. يعني فعلا شعارهم طالع بيقول تغيير حريه عداله اجتماعيه، مش عيش حريه. ويمكن احنا نشوف الشهداء، اول شهداء سقطوا في الثوره كانوا الناس كلهم فوق متوسطه، يعني كانوا في الطبقه الفوق المتوسطه. طيب قبل ما نكمل معاكم هنطلع فاصل مع فنان محمد صلاح ونرجع لكم تاني. استنونا، احنا لسه مكملين. هتلاقي فين ناس طيبين
اشيلك من الارض الشيل هتلاقي فين زي الحسين وفين هتلاقيني. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين مستمعي راديو صوت اف ام بنرحب طبعا بضيوفنا أستاذ محمد كمال جاد مرشح حزب الوفد لمجلس الشعب، وأستاذ عبد الزيتون مرشح فئات فردي. بنرجع لكم مرة تانية، أهلا بيكم، ونرجع بقى ونتكلم عن ذكرياتكم في ليلة العيد. أستاذ محمد، طبعا احنا عارفين ان عيد الاضحى ده ليه ذكريات كده في اللي هي كنا زمان الاضحيه والعيديات والكلام ده. عايزين نعرف ذكرياتك كراجل بورسعيدي. كراجل بورسعيدي هو اولا احنا انت عارف والحي العرب كمان يعني. الاسره كانت حي العرب، انما هو الزمن بيختلف والوضع بيختلف. فكنا نيجي اليوم ده ونبقى عايزين نسهر للصبح طبعا. يعني مش زي الوقت دلوقتي كان ممكن اي حد يسهر للصبح في اي وقت. الاول كان لا 11 بالكثير 12 كنا بنروح عشان ننام وكده، وكان اهالينا طبعا بتحافظ على اننا نكون في البيت على الساعه 12. فكان بتبقى فرحه سعيده، يعني بيبقى في غايه السعاده لما بتيجي ليله العيد دي اننا سهرانين الصبح في الشارع عشان نتفرج على الاضحيه قلنا الكلام ده امبارح ان احنا كان من عاداتنا اللي احنا لازم نقعد سهرانين للصبح ثاني يوم. بالظبط، بنتفرج على الاضحيه وبتذبح، اذا كان احنا بنذبح كده، بنصلي العيد وبنروح بنتزاور. طبعا احنا عندنا الاسره ساكنين في يعني معظم يعني اسره والدتي كلنا خالاتي كلهم في عماره واحده، فبنطلع نتزاور مع بعض. بعد كده بنبدا بقى خلاص الشمس طلعت، بتاعت الشمس لما بتطلع الواحد مش نايم خلاص بقى بننام. طبعا كنا بننزل نتنزه في على بقى طرح البحر، شارع طرح البحر 23 يوليو في الشوارع دي وبنروح. طيب بالنسبه للعيديات بقى والكلام ده، احنا كنا امبارح بنسال كان بيجي لك عيديه كام؟ ما حصلنا خلاص من كتر ما بنكتب دلوقتي عيديات دلوقتي بتكتب ده اللي كنا بناخده قبل كده نسيناها خلاص بقى. طيب استاذ عبده. والله انا بالنسبه لي كنت طبعا من بوفؤاد وعايش بوفؤاد طول حياتي. فاحنا كنا من اسره من هيئه قناه السويس. ومجتمع هيئه قناه السويس ده مجتمع مرتبط مع بعضه، او مجتمع عباره عن كومباوند زي ما بيسموه دلوقتي. بس زمان ما كانش فيه كومباوند، كان عباره عن مساكن شعبيه. فكان ليله العيد بتبقى نقعد نلعب في الشارع ونقعد نتسابق وحاجات زي كده، لكن ما كناش بنشوف بقى نظام العجول بتتذبح ولا خفان بيتذبح. المجتمع هناك كان مجتمع متوسط الحال، فما كناش في ساعتها في نظام العجول بنشوفه اساسا. لكن مع الوقت واحده بدأنا بقى نشوف الكلام دوت في بوفات في اماكن تانية. لما كبرت شويه كنت انا بنزل في القاهره بتاجر في مصر، فكانت ليله العيد بالنسبه لي بقى في الزحمه في وسط البلد في العتبه في الشوارع دي، كانت بتبقى ليله يعني صاخبه يعني من العمل يعني. بعد كده بقى الوقت لما اتجوزنا بقى عندنا اطفال بنفرجهم بقى وبنذبح الحمد لله، يعني وبنزور بقى الاهل وبندي عيديات والعيال بياخدوا عيديات. استاذ عبده، انا لسه سامع كده معلومه امبارح، بالرغم ان انا اعرفك من ايام الكليه بس ما كنتش اعرفها يعني. شخص شاف صورتك في الجريده فبيقول لي على فكره ده كان معايا في ثانوي وكان بيلعب تايكوندو ولا كان تمام تايكوندو صح؟ انا بطل الجمهوريه 11 بطوله. بطل الجمهوريه 11 بطوله. والتايكوندو غير مجرى حياتي شويه. يعني انا قعدت في المنتخب سنه اتدرب فيه، وفي الاخر وفي النهايه تلاقيت نفسي اتجهت للتايكوندو واتجهت للعمل من عطاء التايكوندو. التايكوندو هو اللي قادني ان انا انزل في القاهره واقعد فتره من الزمن ان انا ابدا في التجاره، مع ان انا كنت نازل القاهره لهدف ثاني. فسبحان الله يعني الواحد ساعات بيبقى ماشي في سكه وبيروح لسكه ثانيه. ده نصيب يعني. وده اللي خلاني بعد كده فعلا انا قريت على النت من احد المدربين كان بيتكلم وبيمدح الاستاذ عبده فعلا، بيقول ان هو من ابطال التايكوندو في نادي العمال. تمام. لا ده كان هو كان اللي بيقول لي كان زميله في الثانوي، فبيقول لي ان هو يفتكر ان هو ضرب احد المدرسين. طب هو في يعني انت جبنا في حلقه واحده المدرس ده بيقول لك ضربه برجليه ضربه ما ينفعش. المدرس ده لسه موجود دلوقتي وعنده مدرسه كبيره وعايزينه يتسابق. انا لسه كنت عنده من كام يوم. قال لي فاكر والله زرته من كام يوم. فاكرك يعني هو مدرسه كبيره انا كنت سعيد مفيش داعي نقول اسمها. هو قال لي اسمه مش عارف. طبعا هو كان
على فكره اللي قال الكلام ده هو دكتور محمد فاروق كان معاك طبعا ثانوي. طبعا. طيب هو طبعا احنا كده يعني كنا سعداء بمشاركتكم لينا باذن العيد، وان شاء الله باذن الله يعني نتمنى تشرفونا بعد العيد اول ما تسخن كده الحمله الانتخابيه، تكونوا حضراتكم برنامجكم الانتخابي، ويكون زي ما بيقولوا المعركه سخنت. بس قبل ما تفوتنا من اي حاجه انا عايزين نبارك لكم على المكان الجميل والظريف ده، ربنا يبارك فيك. ونقول لك ده انجاز فعلا لبورسعيد، وكتر خيرك على العمل اللي انت بتعمله والله يا ربنا استاذ انت والكاست اللي معاك، دي حاجه جميله جدا، وبالتوفيق وربنا يكمل لكم كده على خير ان شاء الله. ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك يا استاذ محمد. هو بالفعل زي ما انت قلت احنا والله يعني اول اهدافنا في الراديو هنا ان احنا كنا عايزين نعمل قناه اعلاميه توصل صوت بورسعيد لخارج بورسعيد، لان بورسعيد مطلوبه اعلاميه، ويمكن السلوجن بتاعنا احنا قلنا من بورسعيد لكل مصر. يعني احنا عايزين نوصل صوت كل بورسعيدي هنا متميز في مكان او في مجال، مظلوم لانه مش عايش في القاهره، ما بيطلعش في وسائل الاعلام، فاحنا عايزين نعمل الكلام ده هنا في بورسعيد، فده كان الغرض الاساسي من الاذاعه بتاعتنا ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. وايديكم في ايدينا وفي كل ايدين بورسعيديه، وان شاء الله باذن الله تكون حاجه كويسه باذن الله. بامر الله بامر الله ان شاء الله. وشرفتونا وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. ويعني انا بقول ان الشخصيتين اللي قاعدين قدامي النهارده الناس دي انا اعرفها كويس قوي، والناس دي على ضمانتي ناس موثوق فيها. ربنا يخليك، ربنا يصلح ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه والشعب البورسعيدي والشعب المصري كله بخير ان شاء الله.